هسألك نفس السؤال اللي حضرتك سألتيه. لو ابن حضرتك عنده 20 سنة وراح يتقدم لواحدة عندها 27 سنة، هل انتي هتكوني موافقة ولا لأ؟ طب ازيكم؟ أنا أم وبعت لحضرتك المشكلة بتاعت بنتي دي عشان خاطر حضرتك تفيدني والناس اللي عندك تفيدني. بنتي عندها 27 سنة، خلصت كليتها واشتغلت في مكان خاص، هو مكان مرموق جدا وكويس جدا. تشاء الظروف إن هي تتعرف على شخص عنده 20 سنة بحكم إن هي خلصت له حاجة بخصوص شغلها. الموضوع كان في الأول تعارف وكان في بينهم كلام لحد ما الموضوع ما اتطور وبقى الولد ده يجي عندنا في البيت وبيسأل عليا من وقت للتاني. الموضوع اتطور أكتر وابتدى يجيب لي هدايا، وبقى كل اللي همه إن هو بيحب بنتي وعايز يتقدم لها. فطبعا أنا مستغربة إن شاب عنده 20 سنة بيحب واحدة عندها 27 سنة، وفي نفس الوقت أنا شايفة إن الواد حالته المادية كويسة جدا، يعني هو مبسوط ماديا، وفي نفس الوقت بنتي مبسوطة بيه وشايفة إن هو ده فتى أحلامها. باباها منفصل عننا، أنا مش عارفة أواجه باباها وأقوله إن في واحد عنده 20 سنة جاي يتقدم لبنتي، وفي نفس الوقت مش عارفة رده هيكون عليا إيه، وفي نفس الوقت أنا مش عارفة هل التصرف اللي بنتي فيه ده صح واللي أنا بعمله ده صح ولا لأ، ولا استنى شوية لحد ما يواجه أهله ويخلص كليته في السنة الأخرانية اللي هو فيها، وبعد كده يجي يتقدم ويحدد ميعاد فبناء عنها إن أنا أقول لباباه، ولا المفروض إن أنا أعمل إيه؟ فأنا بعت لحضرتك ده على لينك الصراحة عشان حضرتك تقولي المفروض إن أنا أتصرف إزاي والناس اللي عندك تفيدني في اللي أنا فيه. فأتمنى من حضرتك إن كل الناس اللي عندك تساعدني. خليني في البداية أفكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ومتابعني ما تنساش تقول رأيك في المشكلة وما تنساش تعمل لايك وشير. أما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يا ست الكل أنا مستغرب عليكي إن أم بتقول كل الحاجات اللي حضرتك بتقوليها دي ومع ذلك بتسألي انت صح ولا لأ. بصي، هو من العادات والتقاليد، مش هقولك بقى الصح والغلط، إن أصلا ما ينفعش إن بنتك تكلم حد أو ترتبط بيه أو يكون في بينهم أي علاقة. ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا مستغرب على حضرتك إن يكون الولد بيتصل بيكي وبتدخليه البيت وبيجيبلك هدايا من غير ما يكون أصلا في أي حاجة رسمية. يعني حضرتك كده يعني في حاجات بتعمليها قبل أوانها. النقطة التالتة اللي أنا عايز أسألك عليها ودي اللي أنا مستغرب لها، هسألك نفس السؤال اللي حضرتك سألتيه. لو ابن حضرتك عنده 20 سنة وراح يتقدم لواحدة عندها 27 سنة، هل انتي هتكوني موافقة ولا لأ؟ طبعا الإجابة ليك انت. الحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أقولك عليها، لسه واحد ما خلصش كليته ولسه أصلا ما فتحش أهله ولا حتى إن هو قرر يعرفك بأهله أو يجيب أهله ويتكلم أيا يكن بقى كانت الظروف إيه، ومع ذلك انت شايفة عشان خاطر إن هو مستواه المادي كويس جدا فانت مرحبة بيه. كنت بقول في فيديوهاتي وما زلت بقول إن السن ما عبارة عن رقم، ولكن لما يكون الوضع انت شايفاه من الناحية المادية فالإجابة ليك انت اللي تجاوبي على السؤال اللي حضرتك سألتيه. وجزئية بقى ان بنتك شايفة ان هو ده فتى احلامها، اعتقد ان دي وجهة نظرها هي، وهي اللي هتعيش وهي اللي هتقرر تتحمل مسؤولية الحاجة اللي هي تعملها. يا ريت حضرتك تستني شوية لحد ما تشوفي هل هو فعلا ما بيتكلمش بفلوسه او شايف ان فلوسه هي اللي بتتكلم، ولا هو فعلا شاب وعاقل ويقدر فعلا يتحمل مسؤولية ويكون قد ان هو يقدر يفتح بيت ولا لا. واتمنى ان الامور ما تتاخدش زي ما حضرتك بتقولي كده، يعني اتمنى ويكون الموضوع فيه انضباط شوية عشان ما يكونش فيه انفلات في حاجات. واكيد الناس هتقول رأيها في الكومنتات وانا بتابع كل الكومنت بتاع الناس.